اهلا بكم مره تانية. يمكن طبعا بيشرفني النهارده كابتن سمير زاهر، احسن من ادار يعني اتحاد الكوره. يمكن انا واحد من الناس اللي اتربيت في منتخبات مصر الوطنيه من قطاع الناشئين، يعني من البراعم كابتن سمير لغايه المنتخب الاول، في ظل وجود حضرتك كرئيس الاتحاد. بتشرف بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب ومبروك. معلش انا صوتي رايح، عندي بدور برد، بس انا والله جيت مخصوص عشان اشوفك يعني. لا يا كابتن، ده انت حضرتك شرفتني ونورتني. ويمكن طبعا بقى لي فتره اولا ما شفتش حضرتك في الحقيقه، فيعني شرف لينا تبقى متواجد النهارده في قناه CRT وبرنامج كوره لايف ان شاء الله. يعني احنا تواجد حضرتك ده مهم جدا، لان الاداره الرياضيه او اداره كره القدم مهم جدا ان احنا يعني يبقى في متواجدين الناس اللي نجحوا في وقت من الاوقات، عشان نشوف هم عملوا ايه عشان نقدر نوصل في المراحل القادمه. لو حضرتك بقى موجود سواء في مكان مسؤوليه او مش موجود في مكان مسؤوليه، انك تعرف او يعني تثقلنا بخبرات حضرتك بحيث ان احنا نوصل لاحسن حاجه لكره القدم. تحب بقى نبتدي منين يا كابتن؟ من الاول خالص، من بدايات. عايزين نعرف مثلا ايه اللي انت عملته او اللي احنا اشتغلنا عليه ايام ما كنا احنا في المنتخبات الوطنيه قبل كده، عشان نوصل لمرحله ان احنا نبقى نوصل للمركز التاسع عالميا، ناخد 3 بطولات افريقيه. كابتن انت حضرتك شفتها ازاي، او الفكر انت مشيت عليه ازاي، او اللاين اللي انت مشيت عليه ازاي يا كابتن؟ والله انا لازم ابتدي اقول ان انا بدات في اتحاد الكوره من عضو، وكان مجموعه بيرقصها اللي هو حرب العظيم طبعا، واحمد شاكر الله يرحمه والسياجي وعصام عبد المنعم وانا، كنا كلنا مجموعه واحده. كانت الحقيقه يمكن المجموعه دي كانت بدايه النواه بتاعه انطلاقنا كلنا يعني. صحيح. حرب بعد كده وانا وهنا بريده. فانا شايف ان دي يمكن كانت البذره اللي احنا بدانا بيها الشغل. تمام. يعني انا كنت عضو وبعدين عضو وبعدين دخلت بقى وكيل ورئيس، و3 البطولات دول وانا رئيس، اللي هي بتاعت بوركينا فاسو و2006 و8 و10. ولكن لازم ما انساش طبعا وانا بقول الانجازات اللي حصلت دي كل المجالس اللي كانت معايا، لان كل دي مجاميع مش هقدر، ده اسامي كتير جدا وناس كلها كانت متفوقه وكانت يعني كانت معايا بقلبها، وكانوا مفوضيني مثلا في 2006 و8 و10 ان انا ابقى موجود مع المنتخب. الحقيقه يمكن الايام اللي كنا فيها دي كانت ايام دعم ومسانده من كل منظومه الدوله. كل تمام. الدوله صحيح. كانت واقفه مع كره القدم. ليه؟ لانها بتكسب. يعني واخد بالك، احنا لما كناش بنكسب ما كانش حد بص لنا يعني. صحيح طبعا. انما عايز اقول ان في مجاميع كتيره، اسامي كتيره، عشان ما انساش حد. انما الفتره الحقيقه اللي كان فيها موجود معايا هنا بريده، وكان موجود شوبير ومجاميع بقى، اقدر اقول لك مجدي عبد الغني وايمن يونس وماجد الحلواني، في ناس كتيره جدا، محمود طاهر في فتره. صحيح. فالاسامي كتيره وكلهم عملوا مجهود كبير جدا. ويمكن الانجاز ده اما كان الجوهري في 98، الحقيقه الجوهري وجهازه عملوا انجاز كبير جدا. حسن شحاته وجهازه في 2006 و8 و10. تقول لي ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلانا نوصل للنتائج دي والنهارده مش عارفين نوصل؟ تمام. لان كان في قصه حب، منظومه حب بين الجهاز وبين مجلس الاداره اللي انا كنت بمثله معاهم. حقيقه حب يعني. وعايز اقول برضو ان اداء المجلس هو ده اللي كان بيساعدني ان انا ابقى موجود وبيدعمني. وكانت المنتخبات ما عندهاش مشاكل على الاطلاق. انا المسؤول عن المشاكل دي حلها. الملعب بتاع حسن شحاته والملعب كان بتاع الجوهري. فيعني عملنا شغل كويس. مفيش مشاكل يا كابتن، يعني انت بتتكلم على المنتخبات، ولكن الانديه وبشكل المسابقه والكلام ده مفيش مشاكل قابلتوها، عشان طبعا اي مجلس ناجح بيقابله مشاكل. اكيد. بالظبط. ايه المشاكل اللي انتوا قابلتوها عشان تحلوها وتوصلوا لمرحله كره القدم والمنتخبات القويه دي؟ حلينا مشاكلنا بايه؟ ان رفعنا العبء عن كاهل الدوله. يعني ايه؟ الدوله بناخد منها فلوس زي ما بيحصل النهارده، الدوله بتدفع فلوس للانديه. مظبوط. يعني ابتكرنا موضوع البث الفضائي، وكان معايا لازم نقول يا كابتن انت من اوائل الناس في حته الحقيقة. التسويق او البث الفضائي والتسويق بشكل عام في كره القدم في مصر. حقيقه. ومش بس يعني، كان معايا شوبير وكان معايا مدحت شلبي في هذا التوقيت. تمام. الحقيقه. وبدات موضوع البث الفضائي ده
نمرة 2 عملنا واحنا التاسع العالم بقى وبنتكلم بصوت عالي. كان عندنا رعاية، كان عندنا ملابس، شركات ملابس جاية وبتعرض نفسها، كنا بناخد ملابس للمنتخبات كلها بدون مقابل. تمام. بعد ما خدنا البطولات، مش قبل كده انا فاهم. فانا شايف الحقيقة ان الاداء بتاعنا في الفترة دي كان كله مدعم من الدولة، مدعم من الجماهير. كان في طبعا جماهير مش زي دلوقتي، ما فيش جماهير وما تتصورش يعني طبعا. كانت انا شايف ان الفتره اللي احنا قضيناها في الانجازات دي هي الدعم اللي فعلا مشتنا لحد ما سيبنا رئاسه كره القدم والمجموعه اللي معايا. صحيح يا كابتن. يمكن كابتن يعني طبعا احنا مش عارفين خطواتك اللي جايه ايه، ولكن واضح جدا ان هتبقى متواجد في ترشيح الانتخابات الفتره القادمه، ده صحيح يا كابتن ولا؟ انت رايك ايه؟ والله يا كابتن يعني دي بتاعت حضرتك، ولكن التنافس بشكل عام هو اللي بيخلي في الاول وفي الاخر مجالس الادارات تيجي عايزه تشتغل. ما انا هقول لك انا ايه اللي يخليني ارشح نفسي؟ تمام. ان عندك سي في، عندك سابقه اعمال محترمه. تمام. ومش انا بس، هتبقى سابقه الاعمال دي مع الناس كلها. الحقيقه انا شايف ان سابقه الاعمال بتاعتي زي مثلا سابقه اعمال هنا بريده، زي سابقه اعمال شوبير، وانا بقول وبخص بالذكر شوبير وهنا بريده لان دول عشره معايا، عشره طويله. تمام. احنا لسه هنجي لهم يا كابتن. لا، ما انا عايز اقول لك ان الاثنين دول ساهموا معايا في حاجات كتير جدا، في انجازات كتير جدا، علاوه على مجلس الاداره الكبير جدا. وحصل البعد ده خلى الناس تحاول انها تدخل بينك وبين الشوبير، تدخل بينك وبين هنا بريده، ولكن بأعلن هنا معاك وبصوت عالي ان مش ممكن هختلف في يوم من الايام اعتبارا من الكلام اللي انا بقوله ده مع هنا بريده ومع شوبير. لازم هنتفق. كرة القدم محتاجه الثلاثه. يعني عايز شوف اقول لك ايه، محتاجه سمير زاهر، محتاجه حرب الدهشوري، محتاجه هنا بريده، ومحتاجه شوبير. فعايزين نقعد مع بعض قعده، والقعده دي نطلع بيها بان مصلحه الكوره، مين اللي بيكمل ومين اللي يقعد، كل الكلام ده من لازم. خلال القعده دي ممكن تشوفها ازاي يا كابتن وانت قاعدين مع بعض تتكلموا في ايه؟ يعني انا قعدت مع هنا بريده مثلا، قعدت مع هنا بريده وكان اعضاء مجلس الاداره كلهم موجودين، اتكلمنا في المرحله اللي جايه ازاي. مش عايزين يعني. الحقيقه كانت قاعده مفيده جدا، وكان مرتبها سيف زاهر. تمام، كويس جدا. وكان مع اعضاء مجلس الاداره حوالي 5 6 في القعده يعني. وهم يعني ما قلناش ايه، يعني قلت ان انا مش ممكن هدخل قصاد هنا بريده انتخابات، وهو قال انا مش هدخل ضد سمير زاهر. يعني ليه؟ لان ده مشوار من سنه 94 ما ينفعش شرحه شوبير. انا شايف هتقول لي طب ما دام انت مش هتدخل قصاده وده انت هو مش هيدخل قصادك، لازم هنقعد مع بعض، ولازم عشان المنافسه اللي موجوده دلوقتي سمير زاهر وهنا بريده وشوبير يقعدوا مع بعض، ولازم يطلعوا باتفاق. ممكن نعمل الاتفاق ده يبقى ما بقاش فيه انتخابات. يعني ما بقاش فيه انتخابات. معقوله؟ والله ممكن. يعني في ناس، يعني هنا بريده ما شاء الله دلوقتي في الاتحاد الدولي والافريقي والعربي طبعا، واخد بالك، وبالترشيحات من الاتحاد المصري. مظبوط. وشوبير ما شاء الله بقى اعلامي متالق في كل حته يعني. صحيح. ما شاء الله يعني. وانا يمكن بدخل في المنافسه برصيدي، واخد بالك، برصيدي من الفتره اللي فاتت الطويله دي. فانا شايف ان لما يجي هاني ان شاء الله من بره، وشوبير لما يرجع من الاقصر بس يعني في تصريح لكابتن شوبير بيقول فين لو كابتن هاني ابو ريده ما نزلش هو هيخش كرئيس او هينزل كرئيس. يبقى هو يقول وانا اقول وهاني بيقول، انما اما نقعد مع بعض هنبقى كلنا بنقول. انا معاك، تفرق كتير معاك جدا. ده يعني يعتبر على الهوا حضرتك بتتكلم فيها ان القعده دي يعتبر جلسه صلح او جلسه في سبيل الكره المصريه او في اصلاح الكره المصريه، اما يبقى ثلاثي موجود عندهم الخبرات العاليه دي، يتعاملوا مع بعض بشكل محترف. انا شايف ان هو بيبقى بشكل محترف في سبيل ان الكره المصريه تتقدم. ودي ده المهم يا كابتن، ان ما يبقاش في تناحر، يبقى في انا هقول لك حاجه. بص يا محمد، كره القدم الفتره اللي فاتت ما انت شايف اللي يعني كانت ايه، في دروب جامد جدا. مظبوط. كره القدم في المرحله اللي جايه مش محتاجه شوبير لوحده، ومش محتاجه هنا بريده لوحده، ولا محتاجه سمير زاهر لوحده. محتاجه لو حطينا ايدينا في ايدين بعض باي شكل احنا نتفق عليه اللي هننهض بكره القدم
لان احنا وصلنا، ده انت شايف بقالنا فتره طويله بعيد عن المنافسه يعني. مش كده ولا ايه؟ صحيح كلامك مظبوط يا كابتن. طب كابتن، شايف ال القائمه بتاعتك ممكن تبقى عامله ازاي؟ يعني هل هيبقى فيها لعيبه كوره، فيها رجال اعمال؟ شايفها ازاي، او انت متخيلها او مكونها من دلوقتي ازاي؟ لا انا قبل ما يعني اقعد مع هاني، وقبل ما اتكلم مع شوبير ازاي الموقف هيبقى شكله ايه، كان ليا وجهة نظر، وكان معايا ناس ورجال اعمال ورياضيين ويمكن ما سئلت في كل حته، قلت لا انا ما اتفق معاهم ان ما اقولش اسمائهم. تمام. انما احنا عايزين نوعيه، يعني نوعيتهم نفسهم. يعني انا عايز رجل اعمال. انا ما كنت موجود كرئيس في اتحاد الكوره كان رجال اعمال كلهم بيدعموا كره القدم. مظبوط. ومش بيدعموا من فراغ، لان هم البطولات اللي اخذناها كانوا بيدعموا. مظبوط. فانا شايف ان الفتره اللي جايه دي لو قعدنا مع رجال الاعمال، ومع خلي بالك ان لو اتفقنا احنا الثلاثه ما يبقاش في انتخابات. انت واخد بالك يعني هيبقى في انتخابات ايه؟ ما هو سمير زاهر وهاني اهو، مفيش حد. وبعدين هاني ما شاء الله يعني هو في الاتحاد الدولي والافريقي والعربي. تمام. وشايف ان هاني هو اعلن في برنامج انا مش ممكن ابقى ادخل اوضه استاذ سمير زاهر على الاطلاق، يعني عشره عمر يعني. وانا طلعت قلت كده، هتقول لي طب والحل ايه؟ اهم حاجه ما يكونش كلام بس يا كابتن، يعني ما يكونش كلام بس. لا ما ينفعش اكتر من ما ينفعش يبقى فيه شد وجذر بيننا وبين بعض، ما ينفعش. يعني حتى شوبير كان في اختلافات في الفتره اللي فاتت، حاجات اعلاميه يعني. ولكن انا بقول من النهارده ان انا الفتره اللي جايه بالنسبه لشوبير وبالنسبه لهاني هنعتبر ان احنا بنبتدي من سنه 94 مع بعض. انت عارف 94 دي كنا لسه يعني داخلين في المجال. صحيح. وانطلقنا مع بعض ونجحنا مع بعض وكل انا ما باجي اقول نجاحي ده نجاح لهم هم كمان، ما كانوا موجودين طبعا. وقص على كده بقى كل المجالس اللي كانت موجوده. صحيح. فانا شايف ان في فرص كويسه ان احنا نقعد، اول ما نقعد مع بعض اكيد هنقدر نتفق على حاجه. صحيح. باذن الله. كنا بنتكلم كابتن انا وانت قبل ما نخش الاستوديو على وجودك كرئيس اتحاد وفي نفس الوقت عضو مجلس شعب، كان بيسهل امور كتير قوي في الكوره في مصر. اكيد. مش انا كنت عضو مجلس شعب عن دايره ايه بقى كابتن؟ عشان ده محافظه دمياط. مركز كفر سعد دي. انا على فكره انا قعدت في مجلس الشعب والشورى 12 سنه سوري 3 عضو مجلس شعب وشورى. وهقول لك حاجه نفعتني في الكوره ونفعتني في بلدي ونفعتني في ان انا اول ما قالوا انتخابات انا قلت ايه هرشح نفسي في مجلس الشعب. فطبعا الاسره عندي طبعا رفضا باتا يعني، لان الواحد مشوار كان الواحد بيروح الصبح يجي بعد يومين يعني. فقالوا لي ايه يعني لقيت ان فعلا لما تكون في منصب زي عضو مجلس الشعب او شورى وانت رئيس اتحاد او انت في منصب في اي منصب رياضي كبير، بتهيأ انا كنت مثلا في لجنه الشباب في مجلس الشعب. مظبوط. واخد بالك كل الحاجات دي اسف يعني كل الحاجات دي بتتحسب لك وبتسهل لك مأموريتك. صحيح. ومش انا وانا رئيس اتحاد انا بقول لك كنت بروح انا مش بنكر فضل الحقيقه المهندس حسن صقر والدكتور عبد المنعم عماره. الناس دي الحقيقه عملوا مجهود كبير قوي معانا. صحيح. قوي يعني. وبقول لك ايه يعني برضو اوضح للناس ان الاثنين دول الانجازات اللي حصلت دي حصلت في وقتهم. مظبوط. ومش بس كده الاثنين دول كانوا يجوا يقعدوا معانا في اتحاد الكوره. احنا من المجلس يروح لهم الاتحاد المجلس الاعلى للشباب والرياضه نلعب كوره 5-5 مع بعض، نتغدى عند الدكتور عماره ومره عند هنا ابو ريده ومره عند شوبير ومره عند سمير. هي دي الروح اللي مطلوبه في المرحله دي يعني. كابتن انا هسالك عن تقييمك لاداء اتحاد الكوره الحالي، ولكن يعني في فاصل او تقرير هنروح نشوفه، يا ريت تجاوبني على تفكر حضرتك كده التقييم هيبقى عامل ازاي، ونرجع بعد التقرير. نتكلم بجد يعني؟ طبعا. طبعا. تقرير ونرجع لكابتن سمير زاهر بسؤالنا ده. اشتعلت الأجواء الانتخابية مبكرا على مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة في الدورة المقبلة، رغم أنه يتبقى ما يقرب من عام ونصف العام من عمر المجلس المحلي برئاسة جمال علام. وشهدت الفترة الماضية تحركات ومفاوضات متعددة الاتجاهات من أجل التربيطات وتشكيل القوائم الانتخابية استعدادا للمعركة الانتخابية المقبلة. وتنحصر المنافسة على كرسي الرئاسة
في الفترة المقبلة بين هنا بوريدة عضو المكتبين التنفيذيين للكاف والفيفا، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق، وجمال علام رئيس الاتحاد الحالي الذي لم يحسم موقفه من خوض غمار المعركة الانتخابية المقبلة من عدمه. قائمة هنا بوريدة تضم حتى الآن كلا من أحمد شوبير على منصب النائب، وفي العضوية حازم الهواري وكرم كردي واحمد مجاهد وسيف زاهر وسحر الهواري على مقعد المرأة. في المقابل يجهز سمير زاهر لقائمة تضم عددا من رجال الأعمال لخوض الانتخابات المقبلة، على رأسهم ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة والمرشح لمنصب النائب، وسميح ساويرس رئيس نادي الجونة، وفرج عامر رئيس نادي سموحة. وتعتمد هذه القائمة على تاريخ وإنجازات سمير زاهر الذي قاد الكرة المصرية لعصرها الذهبي. وترددت خلال الأيام الماضية أنباء عن جلسة الصلح بين سمير زاهر وهنا بوريدة بهدف تنازل إحداهما للآخر عن الانتخابات المقبلة، ألا أنه لم يتم الإعلان عن نتائج هذا الاجتماع لتظهر شائعات جديدة عن تجدد الصدام بينهما في ظل تمسك كل منهما بخوض انتخابات الجبلية المقبلة. فهل تكون انتخابات الجبلية المقبلة هي الأشرس في التاريخ بين بوريدة وزاهر، أم نشهد الأيام المقبلة مفاجآت مدوية تقلب الموازين؟ كابتن عايز تعلق على شكرا، عايزين أي خدمة؟ لا أنا عايز أعلق أقول إن الحقيقة القوائم، يعني أنا القائمة اللي هي بتاعتي اللي قالوا أساميها دي كلها دي أنا ما اتكلمش مع حد فيهم خالص لغايه دلوقتي، بس اتمنى، ده شرف ليا ان يبقى الاسامي دي موجوده. تمام. لان كلهم رجال اعمال ورجال اعمال ناجحين في نفس الوقت في المجال الرياضي، يعني في مجال كره الرياضه، الرياضه ورجل اعمال بيديروا اكبر انديه موجوده دلوقتي وفي المجال نفسه يعني، وناجحين جدا في مجالهم. واتمنى طبعا ان يبقوا معايا الناس دي، ناس محترمه جدا يعني. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان ده قائمه مين وده قائمه مين دي، ساعه الانتخابات بيبقى فيه كلام تاني خالص. يعني هو الموضوع في الانتخابات مرتبط بالاتي: علاقتك ايه بالجمعيه العموميه، السي في بتاعك شكله ايه، علاقتك بالناس المجموعه اللي معاك شكلها ايه. فانا متاكد، بص يا محمد، انا متاكد ان كل اللي بيحصل ده كله هينتهي اما نقعد مع بعض انا وهنا بوريدة وشوبير، وانا ده هيتم في خلال الايام يعني. ده اللي نتمناه طبعا يا كابتن. قبل ما اروح للسؤال اللي سالته حضرتك، بس انا سؤال بسيط كده عايز اعرف رايك. كل اللي فات ده بسيط؟ بسيط والله. طيب ماشي. شكل الجمعيه العموميه شايفها ازاي؟ هل محتاجه تغيير؟ خلاص انت يعني بقالنا فتره ماشيين بالشكل المعتاد للجمعيه العموميه اللي هي بتنتخب اتحاد الكوره، محتاجه تغيير يا كابتن، ولا انت شايفها ازاي بحكم ادارتك الكبيره موجوده في فتره؟ والله الجمعيه العموميه، شوف كانوا زمان يقولوا ايه، الجمعيه العموميه دي جمعيه الكباب والكفته، كانوا يقولوا كده. ده كلمه شائعه يعني. جت منين برضه؟ يعني جمعيه كباب وكفته، احنا انا ما كنت موجود، كنا في اي جمعيه عموميه كنا بنعمل نسبه من الارباح لكل اعضاء الجمعيه العموميه، يعني كل واحد بيجي ياخد شيك معين كده، واخد بالك، وده كان ما كانش فيه انتخابات يعني. انما عايز اقول ان الجمعيه لما بيقولوا كباب وكفته، كباب وكفته كنا بندفعهم من حساب اتحاد الكوره مش من حساب الاتحاد. يعني كانوا بياكلوا كباب وكفته كابتن؟ هم بياكلوا كباب وكفته في نادي الشرطه، واحنا اما بنروح نزورهم في بلادهم بيذبحوا خروف. يعني اكبر من كباب وكفته. يعني احنا ضعاف جدا بالنسبه لهم. وعلى فكره كلهم ناس متعلمه وناس محترمه طبعا، وناس لهم باع كبير جدا في بلادهم. وانا هقول لك حاجه بامانه برضو، انا على علاقه قويه جدا بالجمعيه العموميه واحد. انا لما سافرت في رحله العلاج 3/4 الناس دي كلموني في لندن، واما جيت كل الناس دي جات لي زارتني في البيت وعلى اتصال بيا لحد دلوقتي. انا بحترم واحد فيهم الحقيقه. ويمكن من حوالي اسبوع كنا في جلسه حوالي 50 واحد كان عاملها عدلي رسلان، ويعني على اتصال بالناس كلها يعني الحمد لله. وبقول لك مش عايزين ندخل في خلاف. صحيح. يعني ما ينفعش ندخل في خلاف من اول ما، يعني احنا بنقول عايزين استقرار عشان يبقى في نتائج. انا مش شايف فيه الاحداث اللي جايه دي. لازم احنا نتبنى ان يبقى في استقرار. طب رايك ايه في الكلام اللي بيتقال ان الجمعيه العموميه فشلها او فاشله في حته ان ما ينفعش ان النادي الاهلي بيبقى ليه صوت وفي نفس الوقت مركز الشباب بيبقى ليه صوت؟
لا ده قالوا كده زمان. هقول لك بص يا محمد تاكيدا لكلامك، قالوا زمان ايه، ما ينفعش النادي الاهلي مثلا يبقى صوته زي ما في مركز شباب برضه طبعا زي مركز شباب، وده كان لوجيك اياميها. وقالوا كمان ما يبقاش واحد يترشح واخد بالك، يبقى شخصيه عامه ممكن يترشح. يعني اي شخصيه عامه، ولغينا الكلام ده. يعني ممكن فنان حسين فهمي، نور الشريف ممكن يرشح نفسه، ما هو شخصيه عامه ماشي واخد بالك. فيمكن انا عملت مشكله اياميها وقلنا لا ما ينفعش وبتاع، واتلغت حكايه الشخصيه العامه دي، لان كنت هتلاقي ما فيش حد بتاع كوره، كل الشخصيات العامه اللي هي بتدفع هي اللي هتاخد المنصب. فانا شايف ان المجموعه اللي اتقالت دي طبعا انا اتمنى ان هو عامة معانا واحد مهم جدا من المجموعة اللي اتقالت دلوقتي، المهندس فرج عامر. باشمهندس فرج عامر، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. الو استاذ حاج فرج، طيب هيبقى معانا موجود مهندس فرج عامر، راجل يعني محترم وعمل انجازات كبير وخلى نادي سموحه ده بقى يعني ما كانش يعني انطلق يعني. صحيح، لا يعني طفره كبيره جدا في نادي سموحه. الاعضاء مبسوطين جدا لما تيجي تبص على نادي سموحه من سنين وتيجي تبص دلوقتي يا كابتن سمير حاجه تانية خالص يعني. حضر معايا كتير اصله الحاج فرج عامر ووقف معايا في انتخابات، وراجل محترم جدا جدا، وكنا بنروح له وهو بيجي لنا والله يرحمه. الراجل بتاعه اسماعيل فايد يعني الحقيقه يعني الله يكون في عونه ويصبره، لان الراجل ده كان دراعه اليمين يعني. صحيح يا كابتن. طيب نروح بقى لسؤالنا اللي كنا بنساله قبل ما الباشمهندس فرج عامر يرجع لنا تاني. نقطه تقييمك، طبعا اتحاد الكوره بيحاول يعمل اللي يقدر عليه، ولكن تقييمك ليه اداريا عامل ازاي يا كابتن؟ بحكم طبعا وجودك قبل كده في اتحاد الكوره. والله انا عايز اقول حاجه، يمكن هو ظروفهم جت كده من اولها، لان المجلس ده كان بتاع هنا بوريده. المجلس ده كله كان بتاع هنا بوريده. ازاي يعني بتاعك؟ كان هنا بوريده داخل انتخابات، تمام، ومعاه هو الرئيس هو هنا بوريده، وكان شوبير داخل معاه نائب. طبعا المعلومه دي جديده ولا ايه؟ لا انا بس عايزين نفهم، لان يعني الكلام كله ان كابتن هنا بوريده هو السبب في تواجد المجلس ده فعلا. في مين؟ تواجد المجلس الحالي السبب في تواجده في الاتحاد الكوره هو كابتن هنا بوريده. ودي حقيقه. لو انا باكد كلامك، باكد ان هنا بوريده كان مرشح نفسه وكان معاه شوبير نائب. معلش احنا معانا المهندس فرج عامر رجع تاني يا باشمهندس. حبيبي رمضان كريم يا باشمهندس. بمسي على كابتن سمير زاهر، لسه ربنا يديك الصحه وينور، كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك. على سيادتك وحشنا يا كابتن سمير، وربنا يكرمك. انت اللي وحشنا. على سيادتك يا كابتن محمد. ربنا يخليك يا باشمهندس ومنورنا. كان في تقرير موجود دلوقتي، حضرتك موجود في قائمه كابتن سمير. لا هترشح خالص. ده ما هو اعلن انه مش هترشح. لا انا الكابتن سمير بحترمه وبحبه وليا علاقه يعني طويله وممتده معاه وحبيبي يعني، لكن انا ما عنديش انك ترشح في اي حته ولا اني اعمل اي عمل عام الى نادي سموحه. كده تاكيدا بقى خلاص التقرير كده ايه خلاص يا حاج يا استاذ فرج، يبقى اجي معاك نادي سموحه يا بينا. حضرتك انت كابتن سمير يعني راجل اخونا العزيز يعني. الله يخليك، انت وحشنا جدا، وربنا يوفقك في الفتره اللي جايه. وطني وراجل رياضي وشخصيه محترمه طبعا. الله يخليك. باشمهندس طمنا على فريق سموحه والمباراه القادمه ان شاء الله المغرب التطواني. المغرب التطواني وان شاء الله خير وربنا يجيب الخير. لا ما انت ان شاء الله خير، بس استعداداتكم ايه؟ الوضع الفريق عامل ازاي؟ تركيزه؟ المعسكر فين وعاملين ايه؟ المعسكر زي الفل، وانا بكلمك لسه طالع اهو من المعسكر. من لسه دلوقتي في استاد اسكندريه، وحاجه بهجه وقنوات عالميه، وكل القنوات العالميه بتغطي تمرين نادي سموحه، وناس من الكاف وناس من كل حته. منظر يفرح يعني، وحاجه مشرفه باذن الله. طب التواصل مع ربنا يجيب الخير والانتصار باذن الله يا رب. ان شاء الله نتمنى لكم طبعا التوفيق، لان انتوا الفريق الوحيد اللي موجود دلوقتي في الشامبيونز الافريقي. ان شاء الله هنكون قدها باذن الله يا رب. التواصل مع فريق المنتخب المغرب التطواني كان عامل ازاي يا باشمهندس؟ يعني وصلوا لسه واصلين بالسلامه دلوقتي، والكابتن عاطف حنفي مدير الكره بيستقبلهم في مطار برج العرب، وان شاء الله كل حاجه هم عايزينها نعملها لهم. يعني طبعا انت عارف ان بدايه ما بتبقى كويسه من خلال استقبال مشرف، اعتقد ان احنا وتواجدنا هناك طبعا بالنسبه للفريق السموحه هيبقى برضه بنفس الشكل يعني. يا بيه احنا تحت امرهم.
احنا بنعمل كده عشان دي مصر. طبعا دي مصر واحنا باسم مصر وبس، وربنا يجيب الخير يعني. ربنا يوفقك يا مهندس فرج، ربنا يوفقك. ربنا يوفقك. نورتنا يا باشمهندس، ونتشرف ان تبقى متواجد معانا ان شاء الله في حلقه من الحلقات ان شاء الله يا باشمهندس. ان شاء الله. توفيق ليك ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس. انا بس عايز اكد على برضو الاسامي اللي اتقالت دي تنجح، مش سمير زاهر، تنجح اي حد. انما انا ما اتكلمش مع حد فيهم. انا اتمنى، انا طبعا يبقى سعيد جدا لو المجموعه اللي انت قلتها دي تبقى معايا اكيد يعني. انما عايز اقول ان الدور بتاعي في المرحله اللي جايه دور مرتبط بالنهضه بكره القدم. ازاي يا كابتن؟ مش بالمنافسه. انت شايفها ازاي؟ لو اتنافسنا ودخلت انا بقايمه وهاني دخل بقايمه وشوبير مش دخل بقايمه، مش المنافسه دي مش هتوصل لحاجه. هيبقى في يعني ضغينه. ممكن اسالك سؤال بقى يا كابتن؟ يعني ان شاء الله اعتبرنا ان حضرتك رئيس لاتحاد الكوره ان شاء الله في المرحله امشي بقى خلاص بقى. 100 يوم الاولانيه هتعمل ايه بقى؟ لا في حاجات كتير على فكره. انا برضو لازم اذكر ما دام بنتكلم على ال 100 يوم الاولاني، المهندس اللي هو حرب الدهشوري. اللي هو حرب الدهشوري مره نجح، وهو ده راجل محترم جدا جدا وحقيقه يعني كان له بصمه كبيره. نجح وانا كنت وكيل معاه. اول حاجه عملنا مؤتمر للنهوض بكره القدم. ده اسمه مؤتمر نهوض، وجمع كل الناس اللي في الكوره، وعملنا اسوان كبير قدام اتحاد الكوره، كل واحد بيطلع يقول اللي عنده ويقول ملاحظات وجمعنا كل الكلام ده وعملنا بيبر قد كده اسمها كيفيه النهوض بكره القدم. جميل. فيها بقى الناشئين، فيها المناطق، فيها الاجهزه اللي في الاتحاد الكوره، فيها المنتخبات، فيها كل حاجه. ودي اللي عملها حرب. وبعدين بعديها انا كنت وكيل معاه. وفاكر انت في فتره جاب مجموعه مديرين فنيين من رومانيا وشله كده، واحد في الصعيد، واحد في اسكندريه، واحد في هي دي المرحله دي فعلا اللي عملت الطفره اللي احنا عشناها بعد كده. ما هو ده بقى المشكله يا كابتن، ان انت بتعمل حاجه وليه ما بتكملش؟ ده الكلام ده سنه ايه مش عارف حاجه و90. جميل. حاجه و90. لو الوضع ده مشي زي ما انت كنت عارف. انا هقول لك حاجه، انت هضحكك برضه. قول يا كابتن. انا اخدت 4 بطولات انا ومجلسي واتحليت 3 مرات. بالك انت 4 بطولات 3 مرات. لا ال3 مرات دول انا كنت وكيل مع حرب في ماتش بتاع الاهلي والزمالك اللي حسام حسن قالوا ده اوفسايد وما اوفسايد. الدكتور عمار قال لك، الدكتور الجنزوري بيقول لك لازم تمشوا. مشينا انا وحرب والسياجي والله يرحمه وهنا بريده. المره الثانيه بتاعت لما خدنا كاس افريقيا وسافرنا المكسيك. مظبوط. وحصل مشكله في الماتش بتاع السعوديه، وبعدين جينا برضو قال لك الدكتور الجنزوري بيقول لك لازم تمشوا. مشينا. ثالث مره في بورسعيد يعني ده كده تدخل حكومي يعني. كل ده تدخل حكومي. ده الدكتور عماره طبعا في احداث كده ما رضيش بالكلام ده، بس كان عليه ضغوط. اما الدكتور الجنزوري وهو رئيس مجلس الوزراء وبيقول في اخر ماتش بتاع بورسعيد، بلاتر كلمني قال لي لا 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 ما استقلوش وبتاع، قلنا نستند بيه. تعرف حصل ايه؟ الدكتور الجنزوري راح مجلس الشعب وقال لك انا قبلت استقاله مجلس الاداره. لوحده. خلاص خلصت. طب كابتن احنا معانا تقرير بيخص وجودك في الانتخابات القادمه، يعني نشوفه برضه ونشوف راي الشارع عامل ازاي ونرجع لحضرتك. طيب ماشي. يعني هو الكابتن سمير زاهر لازم يبدا، يعني لو هو يترشح فعلا لانتخابات اتحاد الكوره يبدا يحسن التعامل مع اليات عوده الجماهير للملاعب، ازاي يحسن طريقه التعامل مع الشباب في المدرجات، التعامل معاهم كويس. لو هيقدم حاجه جديده عن اتحاد الكوره الموجود دلوقتي ان هو اساسا ما بقاش ليه اي دور في منظومه الكوره المصريه. يعني حسب معرفته وحسب البطولات اللي كانت بتيجي للمنتخب والفرق في عهده، لو ده هيتكرر تاني او احسن ربنا يوفقه ان شاء الله. انا بالنسبه لي كابتن سمير زاهر يعتبر من الناس الخبره وليه لمسات في الكره المصريه، وخبرته وجاب لنا بطولات كتير وهو ماسك اتحاد الكوره. هو كابتن سمير زاهر كويس جدا، عمل بطولات كتير وصلنا بطوله افريقيا والحمد لله، بس احنا عايزين نوصل للاحسن كاس عالم. لو عرف يوصل لكاس العالم اوكي.
كابتن سمير، يمكن التقرير جميع الناس يمكن بيدعموا حضرتك في الشارع، وجودك كرئيس اتحاد الكوره. بس هرشح نفسي في الشارع. ما هي لعبه بقى، يعني لعبه مختلفه عن الشارع. لا طبعا انا عارف، بس رأي الشارع ده مهم برضو في ان أكيد. شايفين ان مثلا اتحاد الكوره في الوقت الحالي مش محقق طموح الشعب المصري في حته كره القدم والبطولات اللي يمكن اما منتخب مصر يطلع 3 مرات من البطوله الافريقيه، ومنتخبات الناشئين برضو بنفس الحال. فطبعا طموح الشعب المصري انت عارفه يا كابتن سمير، تعود على البطولات، تعود على شيل كاس افريقيا وتواجده باستمرار في البطوله. فبالتالي لما يحصل الاخفاق ده اكيد بيبصوا للي حقق قبل كده. انا عايز بس اوضح نقطه مهمه جدا، ان المجلس اللي موجود دول انا بعذرهم ليه؟ لان جايين في ظروف صعبه جدا. انت رجعت لسؤالي اللي انا كنت سالته لك. لا جايين في ظروف صعبه جدا، والشارع نفسه كان كله احتقان، ورغم ذلك كملوا الدوري والكاس وعملوا السوبر. والدوري اللي شغال دلوقتي. هتيجي تقول لي المنتخبات خرجت المنتخب الاول والشباب والناشئين خرجوا. تعرف الناس دي خرجت ليه برضو يا محمد؟ لان مش ممكن انا لاعب مثلا تنزانيا هنا في مصر من غير جمهور، وهي هناك اروح العبها بجمهور. يعني لازم مش بس كده. واحنا طلعنا من ماتشات كتير جدا طبعا على مستوى الناشئين والشباب والمنتخب الاول عشان من غير جمهور. صحيح. فهتقول لي طب اصل البلد ظروفها لا تسمح بان يبقى فيه جماهير، لازم نلاقي آلية. وقلت انا مرتين 3 على ازاي ممكن الجماهير ترجع، ولكن استعجلنا، ويمكن ده جت حكايه الدفاع الجوي. انا كنت رئيس اتحاد كوره ايام بورسعيد، وبعد حكايه بورسعيد دي جه بعديها على طول انت عارف المشكله اللي حصلت ايه عشان الناس تعرفها؟ بعد ماتش بورسعيد النيابه العامه قالت توصيات 10 توصيات، ال10 1 2 3 4 الكهرباء السوري يعلى الكلام بقى اللي هو ما يحصلش تاني. للاسف الشديد ما فيش حاجه اتنفذت، وبناء عليه حصل بتاع الدفاع الجوي. واخد بالك؟ وممكن يحصل تاني وتالت ورابع لو في جماهير بالضغوط اللي حصلت دي. انا بناشد المهندس خالد عبد العزيز حقيقه، وهو راجل رياضي وكان معانا من اول 2006 مجتهد جدا هو. وعمل وراح كاس الاتحاد الدولي ما شاء الله يعني في كره القدم يعني. انما عايز اقول له ان الاستادات دي محتاجه شغل، وننفذ البنود بتاعه النيابه العامه دي لازم تتنفذ. كهرباء، شبابيك، مش عارف، يكون في حاجات توصيات لازم تتعمل. لو ما اتعملتش هيبقى في كارثه لو رجعت الجماهير. اما التوصيه بتاعه ان احنا نجيب الجماهير ازاي، مره قلنا الجماهير من طرف واحد 5000 اهلي بيلعب الزمالك ويبقى جمهور الاهلي بس، وما حصلش مشكله في الماتش يبقى الماتش اللي بعديه. تونس ابتدتها كده يا كابتن. افندم، تونس ابتدتها كده يعني. لا وغير كده عملنا برضو حماده صاحبك عمل دراسه جميله جدا ان هو ازاي الناس دي تدخل بكارنيه، ويبقى الكارنيه دي له رعايه، والكارنيه ده هو ده اللي بيشتري بيه التذاكر عشان ايه؟ مفيش حد ايه. منظومه جميله طبعا. فانا نفسي ان الجماهير ترجع. وهقول حاجه، السيد الوزير المهندس خالد عبد العزيز المحترم، الشباب وزير الرياضه والشباب، الشباب مسؤوليه الوزاره. يعني الشباب لازم، ما هو مين اللي في الملاعب؟ ما هم الشباب، مش كده ولا ايه؟ هم دول اللي بيدخلوا ماتشات، بس طبعا عليهم ناس مندسه، وعليهم ناس بتدفع لهم فلوس، وعليهم ناس بتمشي في المظاهرات. فانا نفسي ان احنا نرجع لاصلنا. والفتره اللي جايه يا محمد محتاجه جماهير كره القدم لابد ترجع بآلية باتفاق مع وزير الداخلية ووزير الشباب واتحاد الكورة ان شاء الله كابتن. يعني برضو كان في مشكلة انا كنت بناقشها الاسبوع اللي فات هنا في البرنامج في اولى حلقاتنا، مشكلة الغاء مسابقة 95 يا كابتن. وانت رئيس اتحاد كورة شايفها ازاي؟ انا بس انا عايز اسالك هم لغوها ليه؟ يعني انا بسالك انت لغوها ليه؟ انا يعني من وجهة نظري او اللي انا سمعته من جوه اتحاد الكورة ان مفيش لعيب بيوصل لسن ال 20 سنة الا لما يكون ظهر خلاص زي ما بنقول نجوميته وتواجده يبقى موجود في الفريق الاول. فانت خلاص بتاخد الصفوه اللي هم ال5 بتحطهم والباقي بقى بيروح للانديه بحيث ان هو يخلي الانديه تقوى بشكل ما. انا معاك الدرجه الاولى والانديه الثانيه الدراسه كانت مستعجله، هي الكلام ده مقنع على فكره. انما الدراسه كانت مستعجله. عندهم راجل مدير فني محترم جدا اسمه محمود سعد، راجل محترم جدا 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 وفاهم ولاعب كوره وعمل دراسات وبتاع.
لازم يبقى له موقف. اللجنه الفنيه في اتحاد الكوره، اللجنه الفنيه دي يا محمد لازم يبقى لها تصور، وتحط مجلس الاداره المحضر بتاعها يبقى زي اي محضر. مظبوط. يعني اللجنه الفنيه مين ومين ومين، ومعاها مدير فني اسمه محمود سعد. صحيح، دلوقتي موجود طبعا بشكل كبير. يعني لا، عايزين نطور الكلام ده. يعني هو ده كره القدم. محمود سعد يطلع يقول لا المسابقات دي لازم تتغير. صحيح. واللجنه الفنيه تقول ويتعرض على مجلس الاداره. طيب. مش قاعدين على مجلس قاعده كده ونتفق. صحيح. احنا معانا الناقد الرياضي استاذ عبد الشافي صادق. يعني استاذ عبد الشافي مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا نجم كبير قوي يا صديقي العزيز. حبيبي يا استاذ عبد الشافي. وبعدين احنا ما كنا في اسماعيليه في قناه السويس ما شفتكش يعني. لا انا رحت تاني، انت اللي ما جيتش بقى. طيب معانا كابتن سمير زاهر في الاستوديو طبعا. ازيك يا استاذ عبد الشافي؟ الاعلام الرياضي يا كابتن سمير وحشني. ايوه معاك يا كابتن سمير، انت وحشني. هو الصوت بس يا برجاوي بس بعد اذنك نعليه. ايوه يا كابتن سمير. ازيك؟ انت وحشني يا كابتن. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ اخبار اجلي جيمز ايه يا كابتن؟ اخبار مين؟ اخبار ايه يا استاذ؟ اخبار اجلي جيمز اللعبه الحلوه. ما تقول لنا انت عندك حاجه جديده في المواضيع دي؟ طبعا في يا كابتن. النهارده بلاتر عمل حوار مع صحيفه بليك السويسريه. حوار بيقول فيه يعني انا ممكن اوصفه ان بلاتر كذاب. ليه كلامك نهر يا استاذ شايف؟ ليه انا اقول لحضرتك بيقول فيه انا لم استقيل من رئاسه الفيفا ولكن وضعت ولايتي تحت تصرف الجمعيه العموميه. ده كلامه للصحيفه السويسريه اللي اتكلم فيها. لكن لو رجعت لنص خطابه حضرتك في يوم 2/6 اللي استقال فيه من الاتحاد الدولي، قال انا ساتابع، انا قررت ان اسلم ولايتي في الجمعيه العموميه الانتخابيه المقبله، وساتابع مهمتي لحين انتخاب رئيس جديد، وانا لن ارشح نفسي، وانا الان حر من القيود اللي تفرضها الانتخابات. صح، مهم قوي دي. يعني لما يقول الكلام ده ويجي دلوقتي يتراجع في كلامه، يبقى اقدر اقول ان جوزيف بلاتر بقى راجل بيكذب على الناس وبيكذب على الكره العالميه. دي واحده. الحاجه الثانيه ان جوزيف بلاتر حضرتك تعاقد مع اكبر محامي في الولايات المتحده الامريكيه اللي هو تشارلي كالين. وتشارلي كالين ده محامي اعضاء الكونجرس الامريكي وبعض رجال المخابرات في الولايات المتحده الامريكيه. هو صاحب اكبر مكاتب محاماه في الولايات المتحده الامريكيه، وده دليل على انه هو في اتهامات موجهه اليه، وان هو كمان مطلوب للشرطه والمخابرات الامريكيه طبقا لكلام المدعي العام الامريكي. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان يا كابتن عاوز اضيفها عن اذنك كابتن محمد، بس اتفضل. حاجه حصلت النهارده انه بلاتر تلقى دعوه من وزير الشباب والرياضه الروسي لحضور قرعه تصفيات كاس العالم 2018 في روسيا اللي تقام في روسيا يوم 25 يوليو اللي جاي، 25/7. لما طلع رئيس الاتحاد الروسي قال ان انا اضمن وصول بلاتر او حضور بلاتر هذه القرعه، لان في ظروف سياسيه وظروف قضائيه ربما تمنع حضوره. حسب المعلومات الوارده من سويسرا ان بلاتر ممنوع من السفر لاي دوله في العالم. ممنوع من السفر؟ ده حسب المعلومات. والمدعي العام السويسري كان عمل مؤتمر صحفي من يومين بالظبط واتكلم فيه على القضيه، وقال ان جوزيف بلاتر وجيروم فالكا الامين العام هم جزء اساسي من قضيه الفساد في الفيفا، وان التحقيق معاهم واستدعائهم للقضاء ده واجب ما فيش مفر منه. واعتبر كمان ان ملف قطر جنايه تم تحويله لمحكمه الجنايات السويسريه. واركان الجنايه في الملف القطري يا كابتن اللي هي الفساد، غسيل اموال، تلقي رشا، خيانه امانه. دي القضيه الجنائيه. وكابتن انت عندك برضو كتاب اجلي جيم اللي هو بيفضح الممارسات القطريه والفلوس اللي دفعتها صرفتها قطر، وانت مش راضي تفرج عنه لغايه دلوقتي. بس انا جالي عموما يا كابتن. مش هديهولك لا. انا جالي انت عندك كل حاجه، هو عايز ايه تاني؟ ده انت خلاص كده كلبوش بلاتر خلاص يا زعيم شيخ. لا بص يا كابتن محمد، يعني انا بشكر حضرتك على الفرصه دي تشرفتنا، وانت دايما من الناس الحريصين على الشفافيه والنزاهه. طبعا. وحضرتك راجل وطني ونجم كبير في كره القدم المصريه ورمز زي ما الكابتن سمير زاهر لما نكتب تاريخ كره القدم المصريه هو يبقى الغلاف. طبعا يعني الغلاف كره القدم المصريه كابتن سمير زاهر. 4 بطولات افريقيه من
رصيد 7 بطولات. صحيح. فانا بتكلم مع رموز الرياضه المصريه، لكن احنا عندنا قضيه جنائيه للاتحاد الدولي اللي بيحصل فيه دلوقتي، وان يطلع المدعي العام السويسري لاول مره في تاريخ الادعاء السويسري، يطلع المدعي العام السويسري ويعمل مؤتمر صحفي في مدينه بيرن ويتكلم ويقول على المتهمين والقضايا ويثبت ان في 53 قضيه غسيل اموال. لو وقعت غسيل اموال حصلت في الملف القطري ده موضوع كبير، ده عدد موضوع كبير كبير جدا قوي جدا طبعا. اعتقد جريمه. وفي كمان ان قال الملاحقات مش انتهت على ال7 اللي تم القبض عليهم او ال14 اللي ضربهم الشرطه الامريكيه، لا هناك اشخاص جدد هتتم ملاحقتهم في الايام اللي جايه. والمدعي اللي هو اسمه لوبر المدعي العام السويسري قال كمان ان انا عندي معلومات كتير لكن القضيه هتاخد بعض الوقت، وانا اطالب كره القدم في العالم، اسره كره القدم في العالم، ان هم يصبروا لان التحقيق ربما يستغرق وقت اطول من 90 دقيقه المعروفه في كره القدم. يعني بص يا استاذ عبد الشافي بقى، يعني الموضوع شكله هيطول وانا خلاص فاضل دقيقه وعايز اشكر فيها كابتن سمير. انت هتجيلي هنا ان شاء الله نقعد نتكلم. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتني. ربنا يخليك يا عبد الشافي. انا عايز بس قبل ما ننهي اقول في نهايه حلقتنا انا بشكرك جدا جدا. ده انت نورتني يا كابتن، وبتمنى لك التوفيق. ربنا يخليك. لانك انت طول عمرك شاطر معانا يعني ربنا في الكوره يعني، فان شاء الله انا شايف متالق كان في التحاليل، كنت عامل شغل جامد. وبقول يعني اعتبر ان الجلسه دي بدايه لعلاقه جديده ومصلحه كره القدم مع هاني ومع شوبير، وان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجه مع بعض في تصور جديد. احنا ما نقعد مع بعض هيبقى في حاجه جديده، ومصلحتنا ان كره القدم تنهض طبعا يا كابتن بعد الاخفاقات اللي حصلت ده اللي نتمناه يا كابتن من خلال كلامك، يبقى بدايه مبشره والناس برضو تفهم ان في كلام كتير في الاعلام ممكن يبقى مغاير للكلام اللي حضرتك بتقوله. انت حضرتك طلعت معانا هنا في خلال برنامج كوره لايف بتقول لا هيبقى في جلسه، والجلسه دي هتبقى مثمره ان شاء الله لمصلحه الكوره المصريه ان شاء الله. كابتن نورتنا يا كابتن. احنا طبعا